بيبدأ الفيلم بشوية فيديوهات متصورة في البيت، وبنشوف فيها شلة شباب قاعدين بيهيصوا ويضحكوا، من ضمنهم في 2 مرتبطين ببعض، دان وسكاي، وخلاص على وشك يتجوزوا. تومي صاحبهم اللي مكلف بتصوير الفرح بدأ شغله من بدري وهو بيسجل آراء أصحابهم جاك ولورين، وفي حمام الرجالة بيستغل لحظة وهو لوحده مع العريس علشان يفضل يلقح عليه بكلام عن الحياة بعد الجواز. دان ولا هزه الهوا وبيقول لتومي انه محتاج يشوف له واحدة تكون في حلاوة سكاي. تومي بيرد عليه بتعليقات دمها تقيل، وبيفكروا ان دان اضطر يخش في دين خطيبته علشان بس توافق على عرض الجواز. الاتنين ما بياخدوش بالهم انهم مش لوحدهم اصلا، غير لما واحد بيخرج من كابينة من الكباين، ودان كان هيموت من الاحراج لما شاف ان اللي خرج ده يبقى مستر تشابمان حماه المستقبلي. وبعد ما كرشوه من الحمام، تومي بيروح على قاعة الفرح علشان يسجل مع العروسة، واللي كانت بتحط اللمسات الأخيرة على زينة القاعة بمساعدة صاحبتها أليسون اللي هي كمان صاحبة جاك. مراسم الفرح بتتعمل في مكان مفتوح، والعريس والعروسة بيتأثروا جامد وهم بيقولوا عهود الجواز، وبيختموا الموضوع بالبوسة المعروفة وسط تسقيف من كل اللي موجودين. بعدها بتبدأ الحفلة، وتومي بيستغل حتة ان هو المصوراتي علشان يفتح كلام مع البنات، بس محاولاته كلها ما بتجيبش نتيجة. ولما العرسان الجداد بيوصلوا القاعة الدنيا بتهدى شوية علشان بيعملوا صلاة جماعية سريعة، بس تومي بيزوغ من الصلاة بحجة انه بيصور اللحظة دي، وبسرعة الجو بيرجع تاني كله فرفشة ورقص، والكلمات بتاعت الصحاب بدأت بعدها على طول. جاك وهو بيتكلم عن اللحظة اللي دان قرر فيها يطلب ايد سكاي، بيقول ان الواحد عمره ما المفروض يسيب توأم روحه يعدي من قدامه من غير ما ياخد خطوة. وأليسون بتسرح بخيالها لما بتسمع كلام صاحبها، خصوصا انهم يعرفوا بعض بقالهم 7 سنين وعمره ما فتح معاها سيرة انهم يرتبطوا بشكل رسمي. تومي بيحاول يواسي صاحبته وبيقول لها ان مفيش منها 2، بس كلامه المعسول ما جابش معاها اي نتيجة. والوضع كمان بيسوء لما بوكيه الورد بيقع بالظبط في ايد أليسون، ولما بتشوف جاك ملامحه اتغيرت ما بتلاقيش اي هزار في الموقف، وبتقرر تروح البيت وبيجري وراها وهو مش فاهم عمل ايه غلط. وتومي بيقطع عليهم كلامهم لما بيوصل بالكاميرا. أليسون بتجيب آخرها وبتخش الأسانسير، وجاك بيتخنق للحظة بس بيقرر يرجع الفرح وينسى الموضوع ده مؤقتا. وبعد كده أهل العروسة بيروح يجيبوا الهدايا من الأوضة، وتومي بيعرض عليهم المساعدة وبيستغل الفرصة علشان يسجل معاهم هما الاتنين. وفي الأسانسير مدام تشابمان فجأة بتحس بقشعريرة، وجوزها كمان بيقول إنه حاسس إن الجو سقع مرة واحدة. وفي اللحظة دي النور بدأ يترعش، ومستر تشابمان بيميل ناحية الكاميرا لحد ما بيقع مغمى عليه فوق تومي. مراته هي كمان بيغمى عليها، وبنشوف عينيهم بيحصل فيها تحول غريب وبتبيض خالص. تومي بيدخل في حالة هلع وبيصرخ عاوز حد يلحقه أول ما الباب بيتفتح، بس بسرعة بيسمع صريخ جاي من القاعة. الظاهرة دي حصلت مع كذا واحد تاني، ولورين واحدة من الضحايا. لما بيشوف سكاي متأزمة قوي على صاحبتها، تومي بيحاول يقول لجاك بس على اللي حصل في الأسانسير، بس هي بتسمع من بعيد وبتنهار لما بتعرف خبر أهلها. وفي نفس اللحظة دي بالظبط دوي انفجار جامد بيرج المبنى كله، وتومي بيقول ده شكله صوت صاروخ. جاك وهو قلقان على أليسون بيروح معاه في مدخل المبنى علشان يشوفوا ايه اللي بيحصل بره، والاتنين بيتصدموا لما بيشوفوا ان المدينة بتتهاجم وان في كذا مكان مختلف بيتضرب في نفس الوقت. وهم راجعين جوه زلزال قوي بدأ يهز المبنى وبيسبب دمار كبير. الكل بيجري على السلالم بيحاولوا يتفادوا كتل الخرسانة اللي بتقع من فوق. واحد من المعازيم بيفقد توازنه وبيقع من فوق السلم. لما بيوصلوا الدور الأرضي صوت لا يطاق بيخلي الكل يسد ودانه، وبنشوف السحاب في السماء بيتحرك بطريقة مش طبيعية. أول ما الصوت بيقف جاك بيرجع تاني يقول اسم صاحبته وبيسأل لو حد عنده شبكة في الموبايل. توم بيقول إنها بعتت رسالة بمكانها من حوالي نص ساعة. جاك بيبان عليه الاستغراب لما بيعرف المعلومة دي، بس هيضطر يأجل الغيرة دي شوية لأن العاصفة الفظيعة قربت قوي لدرجة إن واحدة من الصواعق بتكسر الواجهة الإزاز للمبنى. بعد ما فقدوا الأمل في إنهم يخرجوا، الأربعة بيجروا على الباب الجانبي وبيوصلوا الرصيف. وغير الفوضى اللي مسببها الانفجارات والزلزال، في مئات من الناس مرميين في الشارع وعينيهم فاضية. دان كان أول واحد يرمي كلمة، بس محدش صدقه ولا أخد كلامه بمحمل الجد، خصوصا لما جاب سيرة الكائنات الفضائية. بعدها تومي بيتخنق لما سكاي بتستشهد بالإنجيل علشان تشرح ان ده الاختطاف المشهور حدث نهاية العالم اللي متنبأ بيه من قرون، وده معناه ان كل الناس اللي مغمى عليهم دول خلاص طلعوا السماء ومفضلش غيرنا احنا الخاطئين علشان نشوف نهاية العالم بعينينا. تومي بيرد على كلامها بانه بيفكر سكاي انها نفسها بتروح الكنيسة بانتظام وما اتخطفتش مع اهلها. الصحاب بعدها بيتخضوا لما حاجة بتقع من السماء قدامهم بالظبط، وتومي بيأكد إنها حجارة تلج عملاقة. الشارع بيتضرب في ثواني والشباب بيتكعبلوا في بعض علشان يهربوا من الكارثة دي. في الآخر بيدخلوا مكتبة مع مجموعة من الناجين، ودان بيتجنن لما بيشوف إن سكاي تاهت منهم، والتلاتة بيتفرقوا علشان يدوروا عليها.
وتومي بعد ما كان خلاص هيتدفن تحت الكتب اللي بتقع من على الرفوف، تومي بيقابل بنت اسمها سام وبيلاقي سكاي بعدها على طول. الاتنين التانيين بيوصلوا بسرعة متضايقين شوية لما بيشوفوا سكاي بتدور على إنجيل. هي بتلاقي الفقرة بتاعت الاختطاف بس ما بتعرفش تقنع أي حد بالنظرية بتاعتها، ومش قادرة تستوعب إنها اتسابت ورا، وبتتوقع إن الوضع هيسوء أكتر بكتير، وبتترجى أصحابها إنهم ما يخرجوش من هناك أبدا. بس جاك مصمم يلاقي أليسون، وتومي بيقول لسكاي إنها ممكن تكون في كنيسة هي متعودة تروح لها لما بتكون زعلانة. المرة دي جاك ما بيقدرش يخبي غيرته، بس بيوافق يروح الكنيسة لما سكاي بيتأكد إن أليسون بتحب المكان ده. تومي بيقنع سكاي تروح معاهم وبيشرح لها إن المشي في مجموعة أأمن بكتير، ولما سام بتسمع كده بتقول إنها هتنضم ليهم. وفي السكة المجموعة بتشوف طيارة واقعة على البيوت وعربية فرحهم معدية فاضية، وهم بيقربوا من الكنيسة بيستغربوا إن الشارع مهجور قوي وهادي بشكل كامل. سكاي بتمسك الإنجيل وبتصلي بصوت عالي باستمرار، بتطلب المغفرة على لحظات الشك اللي مرت بيها، وبعدها الصمت بيتكسر بصوت عامل زي الزئير وحاجة بتطير واطي جنبهم، وجرس الكنيسة بدأ يرن. تومي لما بيلاحظ حركة غريبة قريبة بيحاول ينور على قمة شجرة، بس المخلوق بيكون أسرع بكتير. سكاي بتتهاجم من غير ما حد يشوف، ودان بيتصدم لما بيلاحظ غياب عروسته واللي كأنها اتبخرت بشكل مش مفهوم. بس لما بيسمعوا صرختها وبيبصوا وراهم بيشوفوا الوحش المجنح بيرمي البنت من ارتفاع كذا متر فوق الأرض. دان بيجري عليها وبيلاقي سكاي مصابة وبيدخلها بسرعة الكنيسة. الشباب بيستقبلهم الاس شي ومساعده دوج. سام بتوريهم ان انجيل سكاي كأنه اتحرق وبقى بيتفتفت. القس بياخد سكاي على غرفة الإسعافات، وجاك أخيرا بيلاقي أليسون وبيعترف انه عرف مكانها بس بسبب تومي. ووقت ما الممرضة ريتشل بتعالج خدوش ظهر سكاي ودان بيحاول يشغلها عن الألم، تومي بيسأل القس عن رأيه في المصيبة دي. شي هو كمان معتقد ان ده هو الاختطاف، بس ما بيعملش مجهود كبير علشان يقنع الولد، وبيكتفي بانه يقول انهم هيعرفوا الحقيقة قريب. وبعدها حد بيوصل وبيعلن ان في ناجين تانيين بيدوروا على مأوى، ومن ضمنهم واحدة حامل وبتولد، ورغم مجهودات ريتشل ما بيبقاش ممكن إنقاذ الطفل. وتومي بيشك ان القس كان عارف ده اصلا، وبعدين بيتاكد من شكه ده وبيشرح ان البيبي اختطف لانه كائن بريء زيه زي عيلته كلها. وبعدها تومي بيتجرأ وبيفتح موضوع اصعب وبيسال ليه الاختطاف ساب السيس. شي بيعترف انه مش مؤمن وبيقر ان حياته كانت مجرد واجهه. ولما جاك بيقول ان الخطه هي انهم يستنوا، تومي ما بيوافقش على ان المكان ده امن. وفعلا الكلام ده بيطلع صح لما حد بيخبط على باب الكنيسة بيطلب منهم يدخلوه. النور بدأ يرعش والكل بيسمع خبط على السقف كأن شياطين مجنحة بتهاجم من فوق، وشكل بشري بيترمي على الشباك الإزاز الملون للحظة بسيطة قبل ما يتسحب تاني. تومي وهو متوقع الأسوأ بيسجل فيديو وداعة، وسام بتوصل في الوقت المناسب علشان تلحق اعتراف. هي بتعرض انها تصور الرسالة وبتوعد انها توصلها بنفسها لو حصل اي حاجة. بعدها تومي بيبص في الكاميرا وبيقول لأليسون انه بيعشقها من يوم ما عينه جت عليها، بس كل اللي يهمه انها تكون مبسوطة ومرتاحة حتى لو مع حد غيره. وفي كراسي الكنيسة واحد معاه ايباد بيقدر يشوف الأخبار، والكل بينتبه. حسب التقرير متلازمة الموت المفاجئ الغريبة دي أثرت على جزء من البالغين بس، لكنها أخذت كل الأطفال. ولما سام بتقول إن أهلها اختطفوا، تومي ما بيحسش بتعاطف كبير وبيحاول يهون على البنت بشوية حلويات، بس هي بترد إن عندها حساسية من الفول السوداني. وتغطية الأخبار بتستمر في نقل أخبار الكارثة العالمية، وبتقول إن التوصية هي عدم الخروج بره البيت نهائيا. جاك وهو ندمان على أسلوبه البارد بيعتذر لأليسون، وحتى بينزل على ركبته علشان أخيرا يطلب إيدها للجواز. بس تومي بيقطع اللحظة الرومانسية دي من غير أي ذوق. وهو بيراجع فيديوهات اليوم وهو بيدور على أي دليل بيلاقي حاجة تقلق، ودلوقتي بيوريها لأصحابه. جاك ما بقاش مصدق الشكل الشيطاني اللي شايفه على الشاشة، بس القس شي ما بيتفاجئش وبيقول حسب معلوماته ده ملاك ساقط. وبيقول كمان ان دي مجرد الموجة الاولى من الكوارث اللي لسه هتحل على العالم. وبعد ده بفترة قصيرة حالة سكاي بدأت تسوء، وريتشل بتشرح لدان انها محتاجة مضادات حيوية بس هي موجودة في عربتهم. جاك وتومي بيتطوعوا يروحوا مع دان يجيبوا الدواء، بس هو بيقرر يسيب جاك مع البنات وياخد تومي بس. الاتنين بيتحركوا بحذر في ساحة الانتظار وبيتخضوا من صوت انذار بيشتغل فجأة، بس بيكتشف انه مجرد حرامي. لما بيوصلوا عربية ريتشل، دان بدأ يدور على الدواء وبيلاقيه، وفي نفس الوقت حاجة بتخبط في الإزاز اللي قدام للعربية. الصاحبين بيسكتوا تماما متجمدين من الخوف، وبعدها حاجة بدأت تهاجم العربية وتكسر الشبابيك، وراجل بيقرب من قدام العربية وبيتلو طقوس طرد الأرواح المعروفة، وده كأنه بيعصب الملاك الساقط. تومي ودان بيترعبوا وهم بيشوفوا الراجل بيترمي على كبوت العربية بقوة خرافية، وبعدها بيجروا راجعين الكنيسة في أول فرصة.
وتومي بيتدخل في قصة جاك وأليسون وبيتخطى حدوده المرة دي. بيسأل ليه الخطوبة دي أخدت كل الوقت ده علشان تحصل، وجاك بيفقد صبره وبياخد الكاميرا من إيده. بدأ يستفز تومي لحد ما بيعترف بمشاعره ناحية أليسون، وهي اللي بتضطر تفرق بينهم. الخناقة بتتقطع بصوت دان وهو بيعيط، وبيعترف هو كمان بغلطة عملها وقت خطوبته لسكاي. أليسون بتحاول تطبطب عليه وبتقول له إن كل ده ما بقاش يفرق دلوقتي، بس بقى واضح إن مفيش حد فيهم ملاك. بعد كده نشرة الأخبار بتتبدل بتحذير رسمي بيطلب من كل الناس إنهم يدوروا على مأوى. وبعد شوية ريتشل بتقول لدان إن المضادات الحيوية ما جابتش أي نتيجة، لأن الحاجة اللي خربشت سكاي نقلت لها نوع من السم، والنجاة الوحيدة دلوقتي هي إنهم ياخدوها مستشفى. قصاد الخطر الشديد اللي بره، جاك وتومي بيقنعوا دان يستنى لحد الفجر، وبعدها سام بتحذرهم إن القس بينادي على الكل. قبل العظة شي بيقول لتومي ان الاختطاف خلص ومحدش تاني هيتاخد، بس بيأكد ان لسه في فرصة علشان ينقذوا ارواحهم. وبعدها بيدي عظة للكل، بيتكلم بصدق لأول مرة وبيشجع الموجودين انهم يحاربوا الشياطين بالإيمان. الرد على الجرأة دي بيجي بسرعة مع كذا ملاك ساقط بيهاجموا سقف الكنيسة بشكل مهدد، وتحت أوامر شي الكل بيجري على البدروم وبيقفلوا على نفسهم تحت، والنور الوحيد جاي من كاميرا تومي. حد بيلاحظ ان الممرضة ريتشل مش موجودة، بس قبل ما يقدروا يدوروا عليها صوت بشع بدأ يجي من فوق بيدل على ان الكنيسة تم اقتحامها. الشياطين كأنهم بيكسروا كل حاجة وبياخدوا وقت لحد ما الصمت يرجع تاني، وده بيسمح للقس انه يسمع صريخ ريتشل، ولما بيعرف انها في الطرقة بيفتح الباب علشان يدخلها، بس حاجة بتمسكها في النص وبتسحب جسمها بعيد. شي بيقفل الباب بس بيشوفه بدأ يتموج كأنه معمول من قماش، وبيفهم إن في ملاك ساقط الناحية التانية بالظبط. بعدها بيقول مفيش مخرج تاني، وبيقرر يختبر إيمانه بفتح الباب تاني. القس بيتمسك فورا وبيتسحب لبره وسط صريخ الرعب من الموجودين. وتاني يوم الصبح جاك بيقول إن الصمت طول كفاية، وبيقرر يخرج يتفقد الوضع مع أصحابه اللي ماشيين وراه. الكنيسة متدمرة بالكامل والقس متعلق فوق المنبر، وفي الشارع الوضع مش مختلف كتير، والمشهد عبارة عن فوضى كاملة لحد المستشفى. ولما بيوصلوا هناك بيلاحظوا ناس كتير خارجة، وممرضة بتشرح إن الكل رايح مركز طوارئ. جاك وتومي بيدوروا في الدواليب على أي ترياق ضد السم ممكن يساعد سكاي، بس شكل المستشفى خلاص اتنهبت. وبعدها بيقرروا يدوروا على دكتور في الأدوار التانية، وبينتهوا في طرقة ضلمة. جاك فجأة بيتخبط ويقع، وتومي بيجري علشان ينقذه، وبيشوف إنه مجرد واحد تاني يائس بيدور على أي دواء. جاك وهو لسه شايل منه بيرفض مساعدته، والاتنين بيكملوا تدوير. وتحت سام وأليسون بيناقشوا النور اللي ناس كتير بتقول إنها بتشوفه في لحظاتهم الأخيرة. سام بتفسر الظاهرة بتأثير الأندروفين في الجسم، بس أليسون مؤمنة إن ده هو الاختطاف. وفي اللحظة دي بيسمعوا صوت شياطين بتبدأ بشويش ومن بعيد وبتعلى مع الوقت. ظلال وأشكال بدأت كمان تعدي بسرعة في الطرقات هناك وفي الدور اللي فوق، مطرح ما جاك وتومي لسه موجودين. وفي نفس الوقت سكاي بتقول لدان إنها سمعته وهو بيتكلم مع الشباب عن الخيانة، وبتقوله إنها مسامحاه على كل حاجة. هي كمان بتعترف إن عمرها ما كان عندها إيمان، وكانت بتروح الكنيسة بس علشان تتجنب كلام الناس في المنطقة، لأنها اتربت في منطقة متدينة جدا. وبعدها سكاي بدأت توصف نور ساطع جدا، ودي بتكون آخر كلماتها لدان اللي بينهار. بيبقى متأثر جدا لدرجة إنه بيتضايق لما بيشوف أليسون بتصلي، لأنه مش متقبل إن اللي بيحصل ده ليه علاقة بالدين. وبعد ما دان بيمشي، أليسون بتطلب من سام تسجل لها فيديو وداع، وبدأت تتكلم عن صراعاتها هي كمان مع الإيمان. وفي نفس الوقت جاك وتومي بيسمعوا دان بيزعق بعهود كراهية في فناء المستشفى، وهما بيبصوا من الشباك الاتنين بيتصدموا لما بيعرفوا إن صاحبهم بيتحدى ربنا. أليسون وسام بيلاحظوا إن نور المولد بيترعش، بس جاك وتومي مشغولين جدا بدان لدرجة إن هما بياخدوش بالهم. بيخبطوا على إزاز الشباك، بيترجوا صاحبهم يبطل يقول الكلام ده في وقت زي ده. دان مش سامعهم من تحت ومتدمر من الألم، بيفتح صدره وبيصرخ للسماء وبيطلب من ربنا يضربه من غير تأخير. ولما بيشوف إن مفيش حاجة بتحصل بيقع على ركبه وبيعيط منهار. أول ما دان بيقف، خرطوم عملاق بيظهر من العدم بيخبطه في ظهره وبيخترق جسمه، وبيشفط دان ناحية السحاب. جاك وتومي مرعوبين من المشهد وبيجروا لتحت، وأليسون لسه بتتكلم مع الكاميرا، وسام بتحاول تتمالك نفسها لأن النور دلوقتي بيترعش بجنون، وظل بيظهر ورا أليسون في واحدة من الومضات. ولما تومي وجاك بيوصلوا الدور الأرضي، الاتنين ما بيكونوش موجودين وما بيلاقوش غير جثة سكاي. بدأوا يدوروا على البنات، وتومي بيشوف موبايل واقع على الأرض وهو خلاص خايف من الأسوأ. بيتفرج على نهاية آخر فيديو وبيشوف إنهم فعلا اتهاجموا. جاك في الآخر بيعثر في أليسون مرمية في ركن، وسام بتوصل وهي منهارة من العياط وبتقول إنها مرعوبة موت، وبتترمي في حضن تومي.
بيسمع أصحابه هم بيعيطوا، وهو كمان متدمر لما بيشوف إن أليسون ما ماتتش، بس بيقول لجاك إنهم لازم يمشوا من هناك. ما بقاش فاضل غيرهم هما الاتنين ومعاهم سام، والفرصة الوحيدة للنجاة هي ملجأ الطوارئ. بس جاك متأثر جدا ورافض يسيب أليسون، وبيتصرف بعنف مع الاقتراحات دي. تومي بصبر شديد بيقول إنه مش عاوز ينجو لوحده، وبيوعد إنه هيفضل جنب جاك طول ما هو محتاج علشان يودع أليسون. الدنيا بتكون ليل تاني، ولما التلاتة بيخرجوا ويمشوا ناحية الكوبري اللي الممرضة قالت عليه، ناس أكتر بدأت تظهر كل ما يقربوا، لحد ما بيلاقوا نفسهم وسط زحمة، وصوت جاي من ميكروفون بيدي التعليمات، والجيش بيعلن إن في أكل ودواء للكل، وبيطلب الهدوء في تنظيم الصفوف. بس الشباب بيكونوا خلاص ارتاحوا لما شافوا ناس كتير بتتساعد، حتى بيلاقوا مجموعة من الناس كانوا معاهم في الكنيسة. بعدها سام بتوري الشباب الفيديو الكامل بتاع أليسون اللي بتقول فيه إنها لقت إيمانها، وبتأكد إنها هتختار ربنا. جاك بيبعد وهو متأثر جدا، بس تومي بيبان عليه إنه مستغرب من تفصيلة صغيرة. وهو بيفكر في الفيديو بيستنتج إن الشياطين جت علشان تدمر الإيمان اللي فاضل في الدنيا، وعلشان كده بينجذبوا ليه. ده بيفسر تجمعهم في الكنيسة في أول ليلة، ودلوقتي هجومهم على أليسون بعد الفيديو ده على طول. وفي نفس اللحظة مكبرات الصوت بدأت تشغل مزيكا دينية بصوت يصم الودان. تومي بدأ يدور على مصدر الصوت، وبيستعجلهم علشان يطفوا المزيكا دي بأسرع وقت. وفي نفس الوقت جاك بيتعمد ومصمم يمشي على خطى أليسون. وبعد كده تومي بيوصل في نهاية الطقس، والقسيس يدوب بيخلص كلامه لما جاك بيتهاجم. قوة خفية بترفعه في الهواء وبتتني جسمه نصين بصوت تكسير عظم فظيع قبل ما ترميه وسط الناس المرعوبة. الكل بيجري يهرب، وتومي بيفقد سام للحظات، بس بسرعة بيلاقيها والاتنين بيحضنوا بعض. وسام بتقول إن المخرج هو إنهم ياخدوا القرار الأخير زي ما أليسون وجاك عملوا، وتومي بيترجاها ما تسيبوش، بس هي ببساطة بتقول إنها تختار ربنا هي كمان، وبتبدأ تبعد وبتدوب في وسط الزحمة. وفي السماء كذا ملاك نازلين ناحية الكوبري، وواحد منهم بيجي ياخد تومي وبيشيل الشاب بعيد قبل ما يقدر ياخد قراره. ودي نهاية الفيلم، ونتقابل في تلخيصة جديدة، وشكرا للمشاهدة.